انتباه الصحفيين لقضايا آنية وقضايا القرب والقضايا التي تمس الحياة الخاصة. من الأيام في إطار مشروع آخر اللي هو غادي يتمحور أساسا على حرية التعبير وعلى الحق في الولوج الى المعلومه في واحد العدد ديال هذا اليوم في الحفل الختامي لهذا البرنامج اللي هو دورنا في نشر ثقافه النوع الاجتماعي لجمعيه صوت النساء المغربيات بشراكه مع انتير نيوز. هذا هو عباره عن ندوه لمناقشه الموضوع الاعلام والنوع الاجتماعي، بالاضافه الى اعلان نتائج المسابقه الجهويه للصحافه اليوم للتتويج وكذلك لتوزيع الشواهد على المشاركين مع تتويج الفائزين بهذه المسابقة. وشكرا. كما تابعتوا أنه تم الإعلان اليوم عن جائزة أكادير للإعلام وقضايا المساواة والنوع الاجتماعي. هذه الجائزة اللي نظمتها صوت النساء المغربيات، وهي مشكورة لانفتاح المجتمع المدني على الإعلام والاعتراف، حتى هي لحظة اعتراف المجهود اللي كيبذلوه الصحفيين والصحفيات. في هذه المسابقة تم مشاركة 13 صحفية وصحفيات من المنطقة من جهة سوس مسا، وتم الاختيار وتبنات هذه المعايير ديال الاختيار على زوايا المعالجة، على المناقشة ديال القضايا النوع الاجتماعي، وثانيا المسائل الأخرى المتعلقة بأخلاقيات المهنة والبناء التركيبي ديال المقال والروبورتاج والمعايير الأخرى المعتمدة في الكتابة الصحفية. وتم اختيار 3 صحفيين. هي صحفية هي اللي دت الجائزة الأولى، هي سكينة آية الرئيس، بالإضافة للزميلين الصالحي والكوكبي. وهذه الالتفاتة ديال اعتراف بالمجهودات اللي كيبذلوها الصحفيين في إثارة كافة القضايا المتعلقة بالتنمية أساسا، ومنها قضايا المتعلقة بقضايا ديال المساواة وقضايا ديال النوع الاجتماعي، ومتابعة الصحفيين لكل ما يتعلق بالأدوار ديال التوعوية والإخبارية في مثل هذه القضايا. سعيدة جدا بالتتويج ديالي بهذه المسابقة هذه اللي كتنظمها جمعية صوت النساء المغربيات ومنظمة بشراكة مع منظمة انتر نيوز في إطار برنامج دورنا في نشر ثقافة النوع الاجتماعي. الفوز ديالي بالرتبة الأولى في هذه المسابقة هذه يأتي على أو كتتويج الموضوع اللي اشتغلت عليه حول تزويج القاصرات بالمغرب، وهل يفلح يعني التعديلات المرتقبة في المدونة في الحد من هذه الظاهرة هذه، واللي يعني الموضوع تطرق القصة ديال واحد الفتاة التي تم تزويجها قسرا. ايضا تطرق يعني الاصوات الحقوقيه التي تطالب بالغاء الفصول او المواد 2021 من قانون مدونه الاسره. وايضا تطرقنا لوجهه نظر ديال اصوات مجتمعيه، ويعني اللي تطالب يعني بضروره مواكبه التغييرات هذه المرتقبه واحد التوعيه والتحسيس في اوسط المجتمع باش اننا نحدوا من هذه الظاهره هذه. ومن بين ما يكبل هذا الانتشار ديالها هو الحق في الوصول للمعلومه. راه موجود القانون اللي كيدخلوا الصحافه يوجه لهم الصحافه كيبان فيه واش اللي كنقول واش واعر ولا لا من النهار الاول باين. يقدر واحد كاين لا صغير لا كبير.